الفخر في هذا اليوم البهيج، ونحن نحتفل بختام مرحلة تدريبية تلقينا فيها العديد من المعارف والمهارات العسكرية والأمنية، أن نكون ضمن هذه الدورات التدريبية الرائعة دفعة الشهيد الفريق ركن سالم قطر رحمه الله، والتي تم إتمامها في هذا اليوم بنجاح، لنعلن في نهايتها أننا في جاهزية واستعداد تامين لتنفيذ المهام الموكلة إلينا في الخدمة العسكرية والأمنية بمهارة عالية وحرفية وإتقان واقتدار، وأننا جاهزون لحماية بلدنا وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه وتحرير ما تبقى تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لينعم بلدنا وشعبنا بالسلام الحقيقي الذي يحقق العدالة والتنمية والكرامة ويحفظ حقوق الإنسان. ولن يتم هذا السلام إلا بالنضال والتضحية، وإننا في يوم تخرجنا هذا ندرك جيدا عظمة التحديات التي تواجهنا في حياتنا العسكرية والأمنية التي اخترناها بأنفسنا في الوقت الذي تهرب فيه الكثيرون من القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشرعيتهم. وبالأصالة عن نفسي وعن زملاء الخريجين من القوات المسلحة والأمن نود أن نوجه رسائل ثلاث لشعبنا وقيادتنا وعدونا. الرسالة الأولى لشعبنا الصامد البطل: منكم أتينا ومن بينكم خرجنا، وفيكم الأب والأم والأخ والأخت والزوجة والولد، آمالكم آمالنا وأوجاعكم أوجاعنا، حبالنا بكم موصولة ودماؤنا من أجلكم مبذولة. آمالنا آمالكم وأوجاعنا أوجاعكم، حبالنا بكم موصولة ودماؤنا من أجلكم مبذولة. فما وجدت هذه الجماجم إلا لنبني بها سورا لحمايتكم، فالدفاع عنكم فريضة والذود عنكم ضرورة وواجب مقدس، فارفعوا هاماتكم وزيدوا بالله ثم بنا ثقتكم ليستمر عطاؤنا بدعمكم ودعائكم. الرسالة الثانية لقيادتنا السياسية والعسكرية: بذلتم الأسباب وأقمتم الحجة، تنازلتم وحاورتم وفاوضتم، لكن عدوكم وعدونا جبان لا يؤمن بالحوار ولا يفهم إلا لغة السلاح، وقدرنا أن نكون عصاكم التي تضربون بها عدو الله وعدو وطنكم، فابطشوا بها بأمر الله ونكلوا بها أعداء الله، ولكم منا الطاعة التي لا تعرف التردد، ولكم منا الطاعة التي لا تعرف التردد والإقدام الذي لا يعرف السكانة، وقد أقسمنا على ذلك أننا لأوامركم الحقة منفذين في البر والجو والبحر. الرسالة الثالثة لأعداء هذا البلد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية: ستستنجدون يوما بالداخل والخارج لحمايتكم من شعبكم، هذا الشعب الذي طال صبره عليكم، فحسبتم صبره خوفا وسكوته خنوعا وحلمه جبنا، وما تخيلتم بطشته التي عناها الشهيد الزبيري رحمه الله حين قال: الشعب أعظم بطشا حين صحوته من قاتليه وأدهى من دواهيه، يغفو لكي تخدع الطغيان غفوته وكي يجن جنونا من مخازيه. يا أعداء هذا الشعب مصيركم قطعي وزوالكم حتمي وكيدكم رجعي وسيعود عليكم، ولن يصلح الله لكم عملا ولن يحقق لكم أملا، وستعلمون حين تصدح مآذن صنعاء بالتكبير والتهليل يوم مقدمنا لنمحو عن بلدنا هذا العار، والأمر ما ترون لا ما تسمعون. المجد للوطن، الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمختطفين والمعتقلين،
الشرف والكرامة لهذه الوجوه السمراء، وبالروح بالدم نفديك يا يمن.